وبعد اجراء محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي لجراحه في الانف اللي بسببها تغيب اخر فتره عن النادي الاهلي، واللي بسببها برضه لم يلتحق بمعسكر المنتخب الوطني. اصابه محمود متولي بشد في العضله الخلفيه. اهلا بيكم اخواتي وحبايبي في حلقه جديده من استوديو مدى. معاك اخوك محمد محسن. وقبل ما نبدا حلقتنا وكالعاده فضلا وليس امرا مش عايز افكرك ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبايبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا حلقتنا. طبعا بعد ما محمد عبد المنعم اجرى جراحه في الانف واللي بسببها تغيب اخر الفتره الاخيره عن النادي الاهلي، وطبعا كان بسببها عدم انضمامه لمعسكر المنتخب اللي مقام حاليا، بتيجي اصابه محمود متولي بعد انضمامه لمعسكر المنتخب بشد في العضله الخلفيه. محمود متولي اللي بعد ما رجع تاني يظهر على الساحه، اللي بعد تغيب فتره طويله جدا بسبب كثره الاصابات، اللي قعد 3 سنين مع النادي الاهلي ما لعبش غير 27 مباراه بسبب كثره الاصابات، وبعد التحاقه بمعسكر المنتخب الوطني بيصاب بشد في العضله الخلفيه. كلنا بنتمنى الشفاء العاجل لمحمود متولي وان شاء الله يرجع بألف سلامه. محمود متولي اللي بعد ما اتصاب في معسكر المنتخب رجعه تاني على معسكر النادي الاهلي. جميل. وبعد ما رجع محمود متولي معسكر النادي الاهلي، روي فيتوريا بيطلب من النادي الاهلي ضم ياسر ابراهيم تعويضا لغياب محمود متولي عن معسكر المنتخب. اللي جه طلب روي فيتوريا من النادي الاهلي بالرفض لضم ياسر ابراهيم، واللي اتقال ان هو بسبب الاجهاد. لو فكرنا مع بعض كده هنلاقي ياسر ابراهيم اصلا من ساعه ما بدانا الموسم السنه دي ما لعبش مع الاهلي تقريبا غير مباراه او مباراتين، فمفيش اي اجهاد بخصوص ياسر ابراهيم. يعني ياسر ابراهيم ما واجهتش في حاجه لسه، ولكن جه رفض النادي الاهلي بسبب غضب النادي الاهلي من تصريحات روي فيتوريا. تصريحات روي فيتوريا ايه هي بقى اللي ضايقت النادي الاهلي؟ روي فيتوريا اللي بعد عدم ضمه كريم فؤاد احد افضل اللاعبين منذ بدايه الموسم، طلع وقال في تصريح انتوا ايه اللي مزعلكم؟ كريم فؤاد انا مقتنع بيه، كريم فؤاد انا ضميته لمعسكر المنتخب في عز عدم تواجده في تشكيل النادي الاهلي. انت بتدخل نفسك في قصص ليه مع الاهلي اصلا؟ هل ده تصريح من مدرب المنتخب الوطني؟ انت بتعادي النادي عندك؟ تصريح غير موفق طبعا، واللي جه بسببه غضب من النادي الاهلي وغضب من مجلس ادارته. وده كان اول موضوع معانا النهارده. تاني موضوع معانا النهارده لو كنتوا تفتكروا في حلقه قبل كده اتكلمنا ان النادي الاهلي بيجهز صفقات يناير من الان، وعلى طلب مارسيل كولر من مجلس الاداره زي ما قلنا قبل كده محمود حماده، مارسيل كولر بيطلب 2 لاعبين تاني، واللي يعتبر في الخطوات الاخيره لانهاء الصفقتين دول. الصفقتين دول الا وهم مين بقى؟ اول صفقه جون اوبوكا مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا. جون اوبوكا طبعا كلنا عارفين مهاجم قوي ومهاجم عنيد مهاري، عنده سرعات، عنده قوه بدنيه، يعتبر من افضل المهاجمين بالدوري المصري الموسم دوت ومواسم كتير قبل كده. جون اوبوكا اللي بيقف تواجده في النادي الاهلي على شرط من نادي سيراميكا كليوباترا، الا وهو ان هم هيسيبوا جون اوبوكا للنادي الاهلي وقصاده ياخدوا محمد شريف او حسام حسن ومبلغ مالي كبير. لو جينا بصينا لطلبات نادي سيراميكا كليوباترا هنلاقيها طلبات منطقيه جدا قصاد ان هو يستغنى عن لاعب ومهاجم بحجم جون اوبوكا. ولكن هل سيتم الموافقه من مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني ان هم يستغنوا عن احد المهاجمين بتوع الفريق سواء محمد شريف او حسام حسن ويدفع مبلغ مالي كبير؟ ده اللي هنشوفه مع بعض الفتره الجايه. ودي كانت اول صفقه النادي الاهلي في طريق لانهائها. تاني صفقه معانا النهارده جناح النادي الاتحاد السكندري احمد عادل ميسي. احمد عادل ميسي اللي من امهر اللعيبه في الدوري المصري. احمد عادل ميسي اللي انا شايفه موهبه فذه، موهبه ليها مستقبل. شايف ان هي صفقه لو تمت للنادي الاهلي هتكون صفقه طويله الامد على اعتبار ان اللعيب سنه صغير
وعلى ما اعتقد ان نادي الاتحاد السكندري عشان خاطر يستغنى عن احمد عادل ميسي هيكون ليه طلبات كبيره جدا، اللي على ما اعتقد هتكون مبالغ كبيره، وممكن توصل ان هم يطلبوا لعيبه من النادي الاهلي عشان خاطر يقدروا يستغنوا عن لاعب زي احمد عادل ميسي. وده كان تاني موضوع معانا النهارده. تالت حاجه معانا النهارده بخصوص العظيم مرتضى منصور. العظيم مرتضى منصور بخصوصه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور بسبب الإساءات التي وجهها له. طبعا كلنا شفنا مع بعض من فترة كبيرة مرتضى منصور طلع غلط في الراجل وفي والده وفي عرضه وكعادته، يعني مرتضى منصور طبعا طلع محمد سراج الدين رد عليه. مرتضى منصور المرة التانية بيطلع يشتم الراجل، بيطلع يتلفظ بألفاظ غير موفقة، ألفاظ ما ينفعش ناس في الأماكن دي وفي المناصب دي تصدرها. ولكن فاضل كيل من المهندس محمد سراج الدين اللي على أثره تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي بعد ما طلع في احد البرامج قبل كده واقر بنفسه، ولو مش مصدقني اعملوا سيرش وشوفوا هتلاقي الفيديوهات ديت موجوده في كل حته على السوشيال ميديا. اقر ان كابتن محمود الخطيب اسطوره لم ولن تتكرر في تاريخ الكره المصريه. وبعد اقراره بكده، وبعد ما قال كده بعظمه لسانه، وبعد ما قال كده بكامل قواه العقليه، بيطلع يسب في الراجل ويغلط في الراجل ويهينه ويتكلم في عرضه ويقول كلام لا يصح انه يتقال. من كام يوم طلع وقال ان كابتن محمود الخطيب بيسلط ناس ان هي تطلع تشتم مرتضى منصور. هل يا سيدي الفاضل منطقيا وبمعرفتنا بكابتن محمود الخطيب هيكون ده اسلوب كابتن محمود الخطيب في الرد عليك؟ على ما اعتقد لا. كابتن محمود الخطيب مش محتاج ان هو يسلط حد عليه. كابتن محمود الخطيب ليه انصار كتير جدا فوق ما انت تتخيل في مصر وفي الوطن العربي. طبعا لما هيشوفوا الراجل بيتهزق وبيتهان وهو ما بيردش هيطلعوا هم يردوا عليه. هم مش مستنيين كابتن محمود الخطيب يديهم امر او يتسلطوا زي ما انت بتقول ان هم يردوا اهانته ضدك. انت اللي بتعمل الفتنه، انت اللي بتعمل كده في الكره المصريه، انت اللي بتغلط في واحد هو عمره ما طلع جاب سيرتك، هو عمره ما ذكر اسمك، هو عمره ما اتكلم عليك اصلا ولا شغلت باله. وتقريبا هو ده السبب اللي حرقك، اللي مخليك مش عارف تطلع راجل من دماغك، الراجل اللي انت بنفسك اقريت انه اسطوره لم ولن تتكرر في تاريخ الكره المصريه. كابتن محمود الخطيب الذي ما زال يطالب بحقوقه قانونا. كابتن محمود الخطيب الراجل المحترم المهذب الاسطوره اللي الاهلاويه بيعشقوه. الراجل ده تلاقيه في بيت كل اهلاوي، الراجل ده هتلاقي الناس بتحبه بجد، الراجل ده الناس بتحترمه، الراجل ده الناس بتقدره كويس جدا. الراجل دوت بعيد عن ان هو اهلاوي فهو رجل قدوه، فهو رجل ينفع ان احنا نحذو حذوه. انت شتمته وهزقته وغلطت فيه وغلطت في اهله وغلطت في عرضه، الخطيب بياخد حقه بالقانون. الخطيب مقدم ضد المستشار مرتضى منصور بلاغات امام النائب العام وفي الانتظار في الحكم في البلاغات دي. طبعا المستشار مرتضى منصور اللي مش عايز يغير طريقته ومش عايز يغير اسلوبه، اللي بعد ما توقف قبل كده في 2019 وطلع وقال انا هغير طريقتي وهغير اسلوبي وهغير اللي انا بعمله، بيرجع وبيعمل اكتر من اللي هو بيعمله. بيطلع بالخمس ساعات على قناه نادي الزمالك هو اللي بيتكلم بس، محدش بيتكلم غيره، بيطلع يسب في ده ويهين في ده ويتكلم في عرض ده ويتكلم على ام دوت. مستشار مرتضى منصور تقرر احاله محاكمته يوم 30 نوفمبر بتهمة التجاوزات والسب ضد كابتن محمود الخطيب.
وده اللي احنا بنقوله، ان الخطيب ما بياخدش حقه غير قانونا، ولا عمره هيطلع يرد عليك، ولا عمره هيطلع يغلط فيك، ولا عمره هيطلع يذكر اسمك اساسا، لان انت بالنسبه له اقل من ان هو يشغل باله بيك. مرتضى منصور بتقرر احاله محاكمته يوم 30 نوفمبر الجاري بتهمه التجاوز والسب والقذف تجاه كابتن محمود الخطيب، وبامر الله ربنا عادل وهيجيب حق كل حد اتشتم، كل حد انت غلطت فيه، وبامر الله في القريب العاجل مش هتكون موجود على الساحه الكرويه ولا على ساحه الميديا اساسا. ده غير ان المحكمه الاقتصاديه بتعلق دعوى النادي الاهلي ضد نادي الزمالك بخصوص يافطة نادي القرن الحقيقي لمدة شهر، وده طبعا لان الوضع العام في البلد لا يسمح. كلنا شايفين البلد بتقدم، البلد بتاخد خطوات لقدام، وفي ظل مؤتمر المناخ العالمي اللي العالم كله عينينا عليه، واللي العالم كله بيشوفه، واللي العالم كله بيترقبه، المحكمة الاقتصادية بتعلق دعوى النادي الأهلي ضد نادي الزمالك لمدة شهر، واللي من المتوقع إن يتحكم فيها لصالح النادي الأهلي، وإن النادي الزمالك يقع عليه غرامة مالية كبيرة من الوارد أن تصل لمبلغ كبير إن لم يكن 50 أو 60 مليون جنيه. وبكده اخواتي حبايبي تكون خلصت حلقتنا النهارده. مش عايز افكرك فضلا وليس امرا، لو الحلقه وصلت لك ولو شفت الحلقه ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبايبك اخوك محمد محسن، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في حلقه مهمه جدا عن كاس العالم واخر احصائيات بخصوص كاس العالم، وهنتكلم في كلام كتير جدا بخصوص كاس العالم وبخصوص التقنيات الحديثه اللي تم تجهيزها لبدء فعاليات لعب كاس العالم 2022. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.